يوميات الواد بتاع ألمانيا ابسود 2. كل فترة كده بلاقي الشركة اللي بشتغل فيها في ألمانيا بعتلي ايميل اني لازم احضر كورس معين، وكورس النهاردة هو كورس HSE في فرع الشركة في كايزر فيلهلم كوك اللي في شمال ألمانيا، تحديدا ولاية شليزفيك هولشتاين. وقبل ما احكي لكم اليوم كان ماشي ازاي، عاوزين نرجع بالزمن لأول اليوم، تحديدا أول لما صحيت. يومنا بيبدأ النهاردة بداية هادية جدا، خالية من أي ميتينجز أو انفعالات صباحية. لبست هدومي وجهزت قهوتي واخدت معايا شوية خضار باللحمة بايتين من امبارح علشان هقضي اليوم كله بره. نيجي بقى للعربية الشيخة دي واحكي لكم حكايتها معايا واقول لكم جبتها ازاي. وبالمناسبة ده سبونسر النهارده، شركة زيكست لإيجار السيارات، واللي عندها ما يقرب ل 170 ألف عربية ممكن تختار منهم اللي انت عاوزه، وفروعهم موجودة في كل حاجة. كل اللي هتحتاجه هو الإقامة بتاعتك ورخصة السواقة وبس كده. البروسيس كلها ما بتاخدش دقايق وبيبقى معاك مفاتيح عربية. تعالوا بقى نبدأ مشوارنا للطريق للكورس، واللي هياخد حوالي ساعة ونص من هامبورغ. أول لما وصلت أخويا الدنفاوي يحيى فتح لي الباب وهو مش طايق نفسه علشان كان صاحي بدري، بس ما تقلقوش هو بيفضل كده وشه مكرمش لحد ما يشرب قهوه، بعد كده بيرجع انسان لطيف جدا. تعالوا بقى احنا كمان نعمل ريفيل للمج بتاعنا قبل ما الكورس ما يبدا، بس للاسف مكنه القهوه كان ليها راي تاني وقررت تخلص اللبن قبل ما ناخد واحد لاتيه مكيات، بس ستر ربنا ان الشركه كان عندها ستوك من اللبن فكل حاجه مشيت زي الفل. عبينا المكنه تاني وملينا المج بتاعنا وبدانا الكورس اللي فضل مكمل 4 ساعات متواصله قبل ما يعملوا لنا كويز غير متوقع في نهايه الكورس، بس طبعا على مين؟ غشيت كله من اللي جنبي. بعد كده طلعنا بره شويه نتشمس ونشم شويه فريش اير، خصوصا وان الجو كان حلو جدا والسما صافيه. وبالمناسبه اللي لسه فيكم بيسال احنا شغالين ايه، هتلاقوني سايب لكم لينكد ان بتاعي في اول كومنت. وبعد اليوم اللطيف والكورس اللذيذ ده كان لازم اتحرك في البدري علشان كان لسه قدامي سكه سفر للبيت. كنت عاوز اخد السكه كلها مره واحده بس للاسف وقفت علشان لازم احط بنزين وارجع العربيه متفوله. وبالمناسبه يا جماعه الاسعار ولعت في المانيا. بس كده، وبعد حوالي ساعه وصلت الحمد لله الاراضي الفلنسبورجيه ورحت علشان ارجع العربيه للشركه. وطبعا هكمل باقي الطريق للبيت يا اما ماشي يا اما بالسكوتر. وفي نهايه الفلوج مفيش احلى من اني انهي اليوم بقعده حلوه مع ناس بحبها. شكرا واشوفكم الفلوج اللي جاي من